25 خالد صبحي رقم 5. في الباك الشمال حسن علي رقم 8. 2 ارتكاز في وسط الملعب اتيجيكو سامادو رقم 25. محمود حماده رقم 14. وثلاثة لاعبين تحت رأس الحربة أحمد القرموطي رقم 15. فخر الدين بن يوسف 28. خالد الغندور رقم 12. والمهاجم الوحيد صلاح محسن رقم 9. تشكيلة المصري أمام حضراتكم على الشاشة. وننتقل إلى تشكيلة الزمالك. تشكيلة الفارس الأبيض تحت القيادة الفنية للمدرب السويسري كريستيان جروس، ونفس طريقة اللعب 4-2-3-1، ونفس تشكيل الزمالك في اللقاء الماضي أمام الاتحاد في الدوري المصري. محمد عواد في حراسة المرمى يرتدي القميص رقم 1. خط الظهر من اليمين للشمال عمر جابر رقم 4. حسام عبد المجيد رقم 5. محمود حمدي الونش رقم 28. أحمد فتوح رقم 13. 2 ارتكاز في وسط الملعب نبيل عماد دونجا رقم 8. محمد شحاتة رقم 17. وثلاثي تحت رأس الحربة عبد الله السعيد 19. زيزو رقم 25. مصطفى شلبي رقم 7. وفي المقدمة المهاجم الوحيد حسام أشرف رقم 20. يدير هذا اللقاء تحكيميا حكم الملعب لحلو بن براهم من الجزائر، معه مساعد أول حمزة بوزيد من الجزائر أيضا، مساعد ثاني يوسف الجامي من تونس، والحكم الرابع يوسف قموح من الجزائر. أذكر حضراتكم لا وجود لتقنية إلى ضربة ركنية جديدة. واد لحسام أشرف يسيبها لزيزو، يتقدم زيزو يغير زيزو يقطع حسام أشرف، يتقدم عمر جابر جهة اليمين، شلبي يتقدم يضم للداخل، عدى شلبي يلعب عرضية ولكن كرة ثابتة وعبد الله السعيد على التنفيذ. عرضية زيزو يشتت سريعا من على القائم القريب حسن علي. الضربة الركنية من الجانب الأيمن. كريستيان جروس مدرب الزمالك في المؤتمر الصحفي بالأمس جهة اليسار، استلام رائع من عبد الله السعيد، يضم للداخل زيزو على التنفيذ. دونجرور 16 دقيقة فقط، ضربتين ركنيتين للزمالك. المدرب السابق لمنتخبنا الوطني يتقدم ايضا، الونش يتقدم، تحذيرات من حكم اللقاء. شوف الوقت اللي بيضيع في تنفيذ الكرات. العرضية حلوة ولكن يشتت خالد صبحي. الممكن جدا فريق يفوز من خلال كرة ثابتة. العرضية من زيزو. مصر في افريقيا الماضية ولديه 10 مباريات خلفي تماما لفتوح. مباراة صعبة ليا مع منتخب مصر، كان مقتنع بيه تماما روي فيتوريا. يجيب بضربة رأس ولكن يشتت هاشم. حمادة وعلى القائم البعيد المرة دي سهلة جدا، سهلة جدا للحارس محمود. مباراة صعبة جدا. وادي الإحصائيات. الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع على وشك الانتهاء. الثابتة دايما عبد الله، والكرة الساقطة على القائم البعيد. ادي حسام عبد، تروح الكرة لفتوح يفتح اللعب. احداث هذا اللقاء الشامي يتقدم، الشامي تتقطع من الشامي. عبد الله وادي دونجا يعود عايز يلعب 1 2 تتخطف، ياخد بابا باجي. شد عضلي الحسن علي. تقدم ميشالاك على حدود منطقة الجزاء، يسقط ميشالاك ويشتت سريعا. انيمبا وبلاك بولز في المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط لكل منهما. جولات الحسم هي الجولات الخامسة والسادسة بإذن الله تعالى. المصري سيلاقي
ตายแน่